بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الذي أخرج الله به الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. للأسف أخ عبد الله، بفعل عقود من التعليم العلماني أصبحت شرعية الحكم مرتبطة في أذهان الناس بصندوق الاقتراع حصرا وقصرا وتحديدا وتخصيصا. لم يعد غياب الشريعة مسوغا للحديث عن غياب الشرعية، رغم وجود حقيقة تاريخية صلبة تقول إن المرجعية الدينية في الإسلام سابقة على كيانية الدولة، على عكس انتشار النصرانية في أوروبا حين اعتنق قسطنطين الأول في القرن الرابع ميلادي النصرانية. فكانت هذه الديانة المسيحية طارئة على الدولة، وبالتالي كانت بذرة الفصل بين الدين والسياسي في الغرب موجودة ابتداء، رغم استدعائها المتأخر بعد قرون من الثيوقراطية والاضطهاد الكنسي. وبالتالي علينا أن نفهم الشرعية في الإسلام ضمن مرجعيتها الأصلية الأصيلة، لا ضمن تصورات الغرب، تصورات الدولة الحديثة والديمقراطية الغربية.